الدورات التدريبية لتعليم السباحة في النجف الأشرف تمثل بيئة مثالية لاستثمار العطلة الصيفية، حيث تعمل على إكساب المشاركين مهارات العوم وقواعد السلامة المائية بأساليب عملية ومنظمة. سوينا هاي الدورات بداية الموسم، وإن شاء الله الدورات موزعة على شفتات وأطفال من أعمار يعني من 5 سنة فما فوق، كل عمر له وقت خاص وله زمن خاص. هذه الغرض من عندها مو فقط تعلم سباحة، انه نخلص اطفالنا من حالات التليفون والايبادات اللي الحقيقه غزت اطفالنا حالات التوحد. نشوفها احنا من خلال المسابح انه حالات التوحد كلش كثيره صارت بمجتمعنا بهذه الايام بسبب انه الاجهزه الالكترونيه اللي كثيره. فاحنا هنا بالمسبح راح نعلمه السباحه وكذلك نقوي عضلاته وننمي فكريا حتى يخلص من هاي الامور. وعندنا نصائح وارشادات للطلاب، وان شاء الله لما يرجعون على الموسم الدراسي راح يشوفون فرق كبير بالنسبه لدراستهم. اليوم افتتاحيه الدوره الاكاديميه السلام الحجامي، بدينا اول يوم بتدريب الاطفال، ونتمنى من الاهالي بس يدزونا الاسماء اللي هنا المسبح والباقي علينا، نحن ندربهم على التدريب العام. علمهم سباحه، فنون قتاليه وكره القدم بالنسبه للاكاديميه، ودوره موجوده. تنمية القدرات البدنية للأطفال وبناء الثقافة الرياضية لديهم تمثل الركيزة الأساس لهذه الدورات، مما يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتطوير مهاراتهم الحركية تحت إشراف مدربين ذوي خبرة في هذا المجال. طبعا احنا منطلقين من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. طبعا هاي الفرصة بالعطلة الصيفية، تدري انه اكو متسع من الوقت، حاولت انه استغل هاي الفرصة حتى اجيب ابني من هاي الاكاديمية. طبعا الاسم يكفيه الفخر، سلام الحجامي، وصارنا تقريبا 3 ايام احنا هنا، والحمد لله يعني ما شاء الله ابني يعني اخذ مثل ما تقول السباحة وأمور السباحة إن شاء الله، وإن شاء الله بالمستقبل القريب إنه نطمح ونتمنى أن يكون ابننا سباح يرفع علم العراق عالي إن شاء الله في المحافل الدولية. اليوم يعني أنا كملت دراستي ونجحت، وأشكر أمي وأبوي لأن جابوني هنا. وهنا يعني أنا قبل يعني مرتاحة، ظليت بالبيت بس أبع تلفزيون وهيك شيء، يعني ما أحب شيء، فأجيت يعني أطلع موهبة على مود أتعلم أشياء هواية وهو كل شيء، يعني على مود تصير لي موهبة مفيدة مثل ما قال الرسول، حتى أهم السباحة مهمة قال عن الرسول. شغل أوقات الفراغ عبر هكذا دورات يبعد الناشئة عن الملهيات الرقمية والأمور الأخرى، ويمنحهم الترفيه الهادف وفوائد صحية جمة. لبرنامج صباحكم رياضي، أحمد المحمود، النجف الأشرف.